في عالم يسيطر عليه السحر، يتنافس السحرة والمشعوذين على القوة والمكانة، إلى أن ظهر الشخص القادر على تغيير موازين العالم، شابا نافره السحر وكرهه، ولكن ما لم يكن بالحسبان أنه قرر الوفاء بوعده، الوعد الذي تسبب في تغيير قوانين العالم. فيا ترى إيه هو الوعد ده، ومين الواد ده، وإيه قصتنا النهارده؟ هتعرفوا كل ده واكتر في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تحط لايك على الفيديو وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، لان الحاجات دي بتفرق معانا جدا. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبس كده يلا بينا نبدأ. ده هو ويل، شاب طموح بيحب الحياة وبيحب يتعلم كل حاجة وتحديدا السحر. ودي بقى هي صديقته إلفي، صديقة الطفولة بتاعته. وفي أحد الأيام وهم قاعدين إلفي تبدأ تحكي له عن هذا العالم اللي محدش كان يعرف السما فيه. كل اللي كانوا عايشين فيه كانوا خايفين من الجنود السماويين، يعني باختصار كده حياتهم كانت جحيم حرفيا. إلى أن ظهر 5 سحرة رفضوا الوضع ده وقرروا إنهم ينتفضوا ضدهم، لحد ما فعلا السحرة دول قدروا إنهم يتصدوا للغزاة وخلصوا العالم من الخوف اللي كانوا فيه، وعملوا ختم في السماء عشان يبعدوا الغزاة، وبكده قدروا انهم ينشروا السلام في العالم. ماجيا فندر، اللقب اللي انتقل من جيل لجيل من الوقت ده للاقوى، الاشخاص اللي قدروا ينشروا السلام في العالم ويحموا العالم بقوتهم السحرية، اللقب اللي الكل بيحلم بيه، بيحلموا على الاقل انهم يبقوا سحرة موهوبين. ودي بقى كانت قصة العالم ده. نرجع لويل، ويلف بتكمل كلامها بتحكي له عن الشمس والقمر، الجرم والنجم اللي بيدور حوالين الارض في السماء الحقيقيه، وغروب الشمس الجميل اجمل ما تخطر عيناك بالضوء الاحمر بتاعه. بس عشان تشوف السماء الحقيقيه لازم تكون في اعلى مكان في البرج، لازم توصل وتحصل على لقب الماجيا فندر. ولما ده يحصل بقى في احتمال انهم يشوفوا غروب الشمس الحقيقي، وعشان كده بيتعهدوا انهم هيرتقوا لاعلى المراتب مع بعض وهيوصلوا لقب الماجيا فندر ويشوفوا الغروب مع بعض. وإلفي بتكون اول واحده تقدر توصل للقب الماجيا فندر في وقت قليل، لا وكمان في سن صغير جدا، وده بسبب موهبتها وقوتها الكبيره. ولكن مش دايما كل حاجه بتكون حلوه، وده لان على عكس المتوقع ويل ما بيكونش عنده السحر ولا الموهبه. ومش كده وبس، لا ده كان بيتم انتقاده من المدرسه كلها. طالب باس في عالم سحري مش بيعرف يستخدم السحر، ازاي اصلا لسه موجود في الاكاديميه؟ المفروض يطردوه لان خلاص إلفي بقت الماجيا فندر. ولكن الوحيد اللي كان مؤمن بيه هو المعلم واركنر، خده وراهن عليه وعلى مدى جودته قدام المديرة. وللمفارقة العجيبة، وبما انه ما بيعرفش يستخدم السحر الا انه عنده قوة بدنية وخفة حركة وتحكم خيالي بالسيف، ده كمان بيقدر يقطع الهجمات السحرية بسيفه، وعنده حواس وحس بالخطر غير طبيعيين. وعشان كده المديرة بتقبله كطالب في الأكاديمية. ولكن محدش كان يعرف بقوته دي غير المديرة والأستاذ واركنر. وقتها هو اللي بيعيط وبيكلم واركنر وبيقول له آخر مرة هتشوفني بالحالة دي أنا هفضل أتدرب وأدرس بجد عشان أقدر أكون ماجيا فندر، وحتى لو الموضوع ده كلفنا حياتي المهم اوصل لإلفا في الاخر. الواد لسه مصمم على وعد الطفوله بتاعهم، حتى وهو ضعيف مش عاوز يسيب إلفي. الواد ده تنطبق عليه مقوله وبعض الناس قد غابوا سنينا وما هزت بنا الاشواق شعرته، وبعض الناس ان غابوا ليوم نحس الشوق في الاعماق جمرته. بس السؤال هنا، هل ممكن شخص عديم الموهبه انه يقدر يتقدم في المدرسه دي؟ وللاجابه عن السؤال ده محتاجين عينه، وطبعا مفيش غيره وهو ويل، اللي بالفعل كان بينزل الدايماس كل يوم وبيخلص على الوحوش من الوقت ده، وده طبعا تمرين في السر. وفي اليوم اللي بعده في الفصل المدرس اللي اسمه ادوارد ده بيستدعيه، وده عشان ينزل قدام الفصل، وده عشان ينفذ التعويذ اللي كان بيشرحها. وطبعا هو عارف انه مش بيعرف يستخدم السحر، منزله بس عشان يتريق ويضحك عليه هو والفصل. بس فجأة في نار قوية بتروح للهدف، وده مش هجوم، لا ده شيون، وهو بيستعرض قوته العالية في استخدام السحر. ادوارد بيقول له ما تعملش حاجة بعد كده من دماغي غير لما اطلب منك. شين بيرد بطريقه عليه وهو بيقول له والله انا لقيته مسكين مش عارف يستخدم السحر فقلت اما اساعده. وادوارد بيطفي النار وهو بيقول لهم زي ما انتوا شفتوا ان سياده السحر هي الحاجه المطلقه، السحر باختصار هو القوه، عشان كده عادمين الموهبه لازم يمشوا من المكان ده. بس ويل كان متعود على الموضوع ده، وده لانه كان بيحصل له كده كل يوم تقريبا. وبعد ما الحصه بتخلص بيروح شيون يتنمر عليه شويه هو واصحابه، بس كولت بتيجي تدافع عن
جدا ويل، فالعيال بيسيبوهم وبيمشوا، وبيمشي هو وكوليد. بس ويل بيقف فجأة، هو بيقعد يتأمل في البرج، وكوليد بتقول له هي ممكن عذراء الجليد إلفي تكون شايفانا دلوقتي؟ بيقول لها اكيد شايفانا وبتحمينا كمان. وبعدها بيروح يتهزق شويه من الاستاذ وركنر لانه دخل الدايماس من غير ما ياخد الاذن، لا وكمان دخل الطابق السابع، واللي بيعتذر له بس بيساله على النقط اللي هو خدها. وركنر بيقول له انت قتلت حارس شرير واحد فاخدت نقطتين، واللي بيفرح. فوركنر بيساله هو انت لسه ما تخليتش عن حلمك انك تبقى ماجيا فندر يا ويل؟ واللي بيرد عليه اكيد لا، هو في حاجه ولا ايه؟ فوركنر قال له اسمعني يا ابني، قبل ما تطلع البرج لازم تتأهل للمؤسسة العليا، وعشان تتأهل انت محتاج الدراسة والتعويذ والتطبيق العملي، وده معناه انك لازم يكون عندك كم كبير جدا من النقط، وبما انك ما بتعرفش تستخدم السحر فعمرك ما هتكتسب نقط تعويذ. واللي بيقول له ما انا عارف يا عم، ما انا عشان كده بنزل الدايماس كتير عشان اجمع نقط. بيرد عليه بيقول له بس انا قايل لك كذا مرة انك عمرك ما تقدر تتأهل من التطبيق العملي، بس دي حاجة مستحيلة يا ويل، وغير كده ان الموضوع كل مدى هيبقى اصعب عليك عشانك ما بتستخدمش السحر. واللي بيتفاجأ من كلامه هو بيقول له بس انا بحاول. بس قبل ما يحبط وركنر بيقرر يهدي الجو، هو بيقول له سيبك بقى من الكلام ده كله، انا عرفت انك ما خدتش ولا نقطة في اخر كام امتحان ليك، وعشان تنجح لازمك 4 نقط قبل نهاية الاسبوع اللي هو يومين. فالواد على طول بيدور في الملاحظات بتاعته عن وحش ب4 نقط، فوركنر بيعرفه بوجود باسكرفيلي في الطابق السادس، وده وحش بيدي 4 نقط، واللي بيفرح جدا. بس شين بيكون سامع كل حاجة ومتمسط عليهم، فبيقرر ان هو يروح الدايماس عشان يخلص عليه وما يديش لعديم الموهبة ده فرصة انه يكون عندهم في الأكاديمية. وبالفعل بالليل العيال بيدخلوا الدايماس وبيدوروا على الوحش، بس وهم واقفين بتظهر ايد الوحش بتطير واحد منهم في الثواني حرفيا. وبالنسبة لويل بيكون لسه داخل الطابق السادس ومبسوط ان هو هيقدر يجمع 4 نقط، بس فجأة بيسمع صوت سويت، فبيروح على طول على المكان بيلاقي وحش عملاق بيهجم على حد، هو مش اي وحش، لا ده خفير شرير، وده لوحده ب10 نقط، والمفروض يبقى في طابق اعمق من كده. وبيتفاجئ ان شيون هو اللي واقف قدامه وقاعد بيصوت من الوحش حرفيا، لا وكمان سحره مش عامل اي حاجه قدام الخفير ده. الوحش ده مستوى مختلف تماما، واللي بيكون هيروح ينقذه بس بيرجع يقف وبيقول مع نفسه هو انا لازم اروح انقذه بعد ما اتنمر عليا وهزاني؟ هل انا ملزوم اني انقذه؟ بس وقتها بيفتكر كلام إلفي، بيفتكر تشجيعها لي بعد ما سابت الاكاديميه وطلعت البرج، ويقول مع نفسه لا مش ملزوم انقذه، بس انا عاوز اكون جنب إلفي. فبيلبس نظارته، والوحش بيكون لسه يخلص على شيون، بس ويل بيتحرك بسرعه جنونيه وبيقدر يوصل وبيصد ضربه الوحش. ولكن وعلى صعيد اخر ادوارد بيروح لوركنر عشان يقول له ان شيون واللي معاه دخلوا الدايماس من غير اذن، ووركنر بيكون لسه يستخدم الحيوان المرافق بتاعه عشان يعرف مكانهم، بس بيسال ادوارد عن الطبق اللي هم فيه وبيقول له السادس، فبيرجع الطير بتاعه وبيقول له ملهاش لازمه نشوف هم فين لان ويل هناك، وبيعرض المكان في البلوره السحريه. نرجع تاني لويل، واللي بيكون عنده سرعه وقوه رهيبه بيقدر بيها يواكب قوه الخفير، لا وكمان بيعمل من صاغه وشاورما. القتال بيستمر وتحركات واللي بتكون سلسه، والوحش بيرمي عليه طوب واللي بيقدر يقطعه بسيفه وبيلف في المكان وبينط على ظهر الوحش وبيضربه. وشيون وادوارد بيكونوا مصدومين، ازاي ده يكون ويل عديم الموهبه؟ ازاي قادر يواكب؟ لا ده كمان اقوى من سفير. واركنر بيقول له بالرغم من انه عديم السحر الا انه موهوب بالفطره، عنده قوه صعب ان اي سحر يمتلكها، ومتانه شكل متانه الاقزام بالظبط، وعنده قوه تحليل المعركه ولاي وحش يشوفه من اول مره. وبالفعل واللي بيقطع ايد الوحش واركنر بيكمل وبيقول له انا ما انكرش ان ويل ما بيقدرش يستخدم لو جزء بسيط حتى من السحر، الا ان في العالم اللي بيحكم السحر هو المحارب الاوحد، وهو اللي بيروح ياخد سيف الوحش، والوحش بيستعد عشان يطلق سحره، بس ضربه من سيف ويل تقدر تتخطى البرق بنفسه، وهو اللي بيقدر يخلص على الوحش. شيون وادوارد بيكونوا هيشطوا من الغيظ، ازاي شخص زي ده يقدر يتخطى قوه النبلاء اصلا؟ وفي اليوم اللي بعده واللي بيروح يتهزق كالعاده، وبعدها واركنر بيديله ال10 نقط، واللي بيكون مبسوط. ودي حكايه الشاب اللي هيقدر يقلب العالم راسا على عقب، حكايه انضمام عصا السحر والسيف مع بعض. وفي اليوم اللي بعده بعد شرح مطول من الاستاذ واركنر على اهميه الصعود للقمه والدروس الاضافيه، واللي بيمشي مع كوليت، هو بيلاقوا ان العيال متجمعين حوالين شيون وقاعدين بيعظموا ويبجلوا فيه، وبيقولوا ان هو قدر يهزم خفير لوحده. وشيون بيكون قاعد متعصب ومتضايق، واول ما بيشوف ويل بيقوم يمسك فيه على طول، وكوليت كالعاده بتزعله فبيسيبه وبيمشي. بتساله هو في حاجه حصلت بينكم؟ واللي بيقول لها تقريبا كده. وعلى صعيد اخر بيكون الاستاذ ادوارد عند المديره، بيقول لها ان هم لازم يطردوا ويل، ازاي اصلا يسمحوا لشخص عديم
من الموهبه ان هو يفضل موجود. المديره بتقول له ما تهدى كده على نفسك شويه، انت بتتكلم على طالب ممكن يتخرج من هنا كعالم او كشافي. بس ادوارد بيرد عليها وبيقول لها الاكاديميه مش معموله عشان تخرج علماء او دكاتره، الاكاديميه معموله عشان تطلع اقوى واعتى السحره. وبعدين ده مش عاوز يطلع عالم، لا مشكلته انه عاوز يكون ماجيا فندر. المديره ملامحها بتتغير وبتقول له مشكله فعلا. اختبره يا ادوارد، بما انك خلاص كشفت سره اختبره، ولو ما نجحش في اختبارك انا هديك حريه طرده وتاهيله وليك حريه اختيار الاختبار. ادوارد بيقول لها متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ انا عمري ما ارحمه في الاختبار ده. وبيتبسط وبيسيبها وبيمشي. والمديره بتكلم نفسها وبتقول له اختبره بنفسك عشان تشوف الحقيقه، لانك اكتر واحد عارف معنى الماجيا فندر يا ادوارد، ساحر وفعانة ظلام. نرجع تاني لويل وهو بيذاكر مع كوليت، وبيكون بيذاكر قصه قديمه في سنه 344 من العصر السحري، معركه السحرة والاقزام. الاقزام اللي جم من عالم اخر بعد ما تم الاحتلال والسيطره على عالمهم، فصاروا بعدها بسبب الاستعباد والشغل الكتير والمجهد والمعامله السيئه، وكان عددهم 10,000 مقارنه بجنود البرج. بالرغم من وجود اعظم ساحر قدامهم الا انهم استمروا في القتال. عدم الاستسلام هي الحاجه الوحيده اللي تخليك تقدر تنتصر على السحر. ولكن بيقطع خياله الشاطح ادوارد وهو بيطلب منه انه يجوا معاه عشان عاوزه في درس خاص، فبيسيب كوليت وبيروح مع ادوارد. وهم ماشيين ادوارد بيكلم ويل وبيقول له انا مش هقدر اتجاهل انك بتجيب صفر في التعويذ، فعشان كده قررت ان اديك درس خاص. وبيدخلوا القاعه كبيره واللي بيساله طب طبيعه الدرس ده ايه؟ ادوارد بيستخدم سحر وبيضرب جنب رجل ويل وبيقول له ببساطه انا هتحقق من جودتك بنفسي، ومهمتك انك تصيبني بهجمه واحده والرفض غير مسموح، ولو نجحت فانا هكافئك ب5 نقط في التعويذ، اما بقى لو فشلت فانا هطردك من الاكاديميه. بس لا انا هنفيك من المكان كله. الناس اللي ما عندهمش موهبه المفروض اصلا ما يبصوش للماجيا فندر، وادين اديتك سبب للقتال اهو، يلا نبدا. وعلى صعيد اخر واركنر بيروح للمديره بعد ما طلبته، والمديره بتفتح دايره سحريه عشان توريك قتال. واركنر بيتصدم. المديره بتقول له بس انا حبيت اعرفك بما انك انت المشرف على ويل، وبرضه ممنوع عليك انك توقف القتال ده. انا عارفه انك معترف بويل ومشرف عليه، بس زي ما انت اعترفت بويل واحترمت قرارك فانا برضه احترمت مخاوف ادوارد وخليته يختبره بنفسه عشان يتحقق من جودته. واركنر بيقول لها انت ليه عملت كده؟ اشمعنى ادوارد بالذات وانت عارفه ان دي حاجه مستحيله؟ انت عارفه ان هو كان اقرب واحد انه يكون ماجيا فندر، هو اتهزم بس طلع لقمه البرج، انت ازاي تعملي كده؟ نرجع تاني للمعركه وبيكون ويل بيتفادى ضربات ادوارد، بس ويل ما بيكونش مصدق ازاي الشخص ده بابسط التعويذه قادر يعمل كل الضرر ده، وبيحاول باستخدام سرعته انه يروح له ويضربه، بس ادوارد بيفعل درعه بيقول له انت بجد بتضرب درع سحر برجلك؟ انت فعلا بائس يلا. وفي اللحظه دي ادوارد بيرد له الضربه وويل ما بيلحقش يتفاداه وما بيكونش مصدق اللي بيحصل، ازاي ده قادر يطلق التعويذ من غير ما ينطقها، وازاي اصلا بتتفاعل بالسرعه دي؟ انا اكيد ما اقدرش المسه. ادوارد بيكلمه وبيقول له 2 بس يا ويل، سحرين بس اللي انا هستخدمهم، هستخدم نار عشان احرقك ودرع عشان ابعد همكيتك عني. وفي الوقت ده بيطلع سحره وقابل من سلاسل النار بيضربها على ويل، لا وكمان بيرقص على صرخات تعذيبه. ويل ما بيكونش عارف يعمل ايه، بيتمنى لو كان معاه سيف على الاقل. وادوارد بيقرب على ويل بيقول له الماجيا فندر دول ذروه الصحراء، ولو ما عرفتش تهزم شخص زي فمالكش اي فرصه انك تبص للبرج اصلا. بص خلينا اسالك سؤال بخصوص معركه الاقزام، انت عارف ان الاقزام العبط دول يوم ما اتمردوا كان عددهم 10,000 مش كده؟ عاوزك بقى تقول لي كنا محتاجين كام ساحر عشان نهزمهم؟ بيدوس عليه وبيقول له واحد بس، ساحر واحد بس هزم 10,000 محارب من الاقزام بحركه عصايه. العالم بيمشي كده وعمر ما السيف يتقارن بعصايه سحر. اتخلى عن طموحاتك السخيفه دي يا ويل. بس ويل بيقوموا يبعدوا عنه وبيقول له بالرغم من كده انا عاوز اوصل للماجيا فندر. ادوارد بيقول له ايه اللي مشجعك للدرجه دي؟ ايه السبب اللي مخليك عرفنا هنا؟ واللي بيرد عليه عشان اقدر اكون مع اللي بحبها، انا عاوز اوفي بوعد اللي وعدته لإلفي. ادوارد بيتعصب وبيقول له انت عبيط يالا، حب اطفال ولعب عيال مخلينك عاوز توصل لذروه السحر؟ بس واللي بيقطعه وبيقول له حتى لو السبب بتاعي عبيط او طريق مسدود بس انا هحاول واحاول ومش هستسلم واشوف الغروب مع إلفي. هم لا يعرفون ما معنى ان تكون شخصا يتجاوز كل شيء وهو صامت، يتجاوز ويتجاوز بكل هدوء حتى يعتقد من يراك انك لم تتعثر يوما. لا احد سيعرف الى اي مدى انت متعب
ولن يشعروا بك ايضا. وفي الوقت ده كولت بتوصل ومعاه سيف ويلي وبترميهوله. واخيرا بطلنا بقى جاهز للقتال اللي بجد. ادوارد بيطلق عليه سحره بس للمفاجاه ان ويلي بيقطعه. ادوارد ما بيكونش مصدق اللي شايفه. ازاي ده قطع السحر؟ هو اللي معاه ده نصل موريا بس ما بيهتمش وبيعمل وابل سحر اقوى من الاول. ويلي ما بيكونش خايف بس بيكون مرعوب. كل حته في جسمه بترتعش حرفيا. ده وابل من 1000 لهب وبيقول انا عاوز اهرب. هو ده الحاجز اللي بينه وبين الماجيا فندر، لكن ده طريقي الوحيد عشان اقدر اعدي الحاجز ده. وادوارد بيكون فاض بالكيل وبيطلق على سحره واللي بيبدا يتفادى هجماته. ومش كده وبس، لا بنعرف كمان ان في تكمله لحرب الاقزام، وان بعد هزيمه كل الاقزام اتبقى القائد بتاعهم اللي فضل يقاتل حتى بعد ما وقع كل الاقزام. فضل يحاول ويحاول لحد ما قدر في الاخر ان هو يوجه ضربه واحده للساحر، وتشريفا ليه السحرة اعترفوا بمكانه الاقزام، وده معناه ان هو شاف عصايه السحر كثف وقدر يوصل لها. واللي بيكون لسه بيتفادى هجمات ادوارد وبيستخدم سرعته في انه يطلع على السقف وبينط بقوه كبيره على الدرع بتاعه وبيقدر يكسره. والاتنين بيوجهوا الضربه الاخيره لبعض واللي اخيرا بينتصر، بيقدر انه يخدشه في وشه. وبكده حقق شرط ادوارد بيمشي وهو متضايق وبيكافئه ب5 نقط في التعويذ. واركنر والمدير بيكونوا مبهورين من اللي ويلي عمله. قرر انه يدخل في الوابل العظيم وقدر يتفاداه. مش كده وبس، لا ده استخدم سرعته وقوه كبيره عشان يقدر يكسر الدرع وخاطر بحياته عشان يقدر يسدد الضربه الاخيره. زي ما تقول كده ويلي قدر يهزم السحر. وبس كده، لو عاوز تعرف ايه اللي هيحصل مع بطلنا بعد كده ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك الجزء الجديد وكل الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط اللايك بتاعك عشان ده بيفرق معانا جدا. واكتب لنا كومنت لو عندك اي انمي حابب ان احنا نلخصه فيما بعد. وبس كده، سلام.